ممارسة العلاقة الحميمة أثناء الحمل مش ممنوعة كليا ولا مسموحة كليا. يعني أول 3 شهور بنقلل العدد خالص، بيبقى مرة واحدة في الأسبوع، وده في الحالات اللي ما فيهاش قلق الإجهاض. يعني حصل أي تنقيط دم فديت لا، هنمنع العلاقة تماما. واحدة ماشية على مثبتات لأنها عندها تاريخ قبل كده قديم إن حصل إجهاض، لا يبقى هنمنع العلاقة خالص أول 3 شهور. وهنقولك في الآخر إحنا ليه بنمنع أصلا. تمام. ال3 شهور اللي في النص دي اكتر فتره امان، الرابع والخامس والسادس، فالعلاقه مسموح بيها مفيش مشكله. ما بنحددش العدد، بس برضو العدد ما يكونش كتير زي الاول بدون حمل. اخر 3 شهور بنرجع تاني لوضعنا زي اول 3 شهور، العلاقه مره واحده اسبوعيه. طب ايه السر في العلاقه؟ هي العلاقه مأذياكوا في ايه؟ العلاقه بينتج عنها السائل المنوي للرجل. السائل دوت بيبقى فيه ماده بتحفز الطلق. يعني حضرتك العلاقة دي ممكن يحصل منها إجهاض في أول 3 شهور، وممكن يحصل منها طلق مبكر وولادة مبكرة وقصة حضانات ندخل فيها في آخر 3 شهور. ده غير إنها ممكن ينتج عنها عدوى والتهابات متكررة كتير برضو بتهددنا بالإجهاض وبالطلق المبكر في الفترة الأخيرة. الحالة اللي عندها أي عوامل خطر من اللي قلت عليها تبعد تماما عن موضوع العلاقة وتبقى بالمحسوب.